السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حسب المعطيات الفلكية ومنازل القمر لتحري رؤية هلال شهر شعبان لهذا المساء، وبمشيئة الله تعالى عند الساعة 6:13 حسب توقيت محافظة الطائف سنتابع إن شاء الله تحري رؤية هلال شعبان هذا المساء وفق الخارطة الموضحة على الشاشة. طبعا القمر باستطالة 9 درجات فاصلة 4 عن الشمس، وبارتفاع 7 درجات فاصلة 4، وفارق السمت 4 درجات فاصلة 3. تغرب الشمس أولا، ثم بعد ذلك تقريبا ب39 دقيقة يمكث الهلال الجديد هلال شهر شعبان في الأفق. وفي هذه الحالة يمكن رؤيته بالعين المجردة مباشرة، أو باستخدام التلسكوب، أو باستخدام الدرابيل المتخصصة. وبمشيئة الله تعالى ستكون عدة شهر شعبان 29، وغدا يوم الأحد هو الأول من شهر شعبان هذا العام. لذلك معظم المراصد المنتشرة في مملكتنا الحبيبة ستتابع هذا الحدث هذا المساء، رغم أن نحن في الطائف الآن في جبال الهدى أو في المنطقة المكشوفة لمنطقة مكة المكرمة، كما يبدو السحب، وبذلك ممكن بعض المناطق المكشوفة مكشوفة الأفق أن تلاحظ أو تشاهد هلال هذا المساء. شكرا لكم، حبيت أوضح لكم هذه المعلومة، ونؤكد أننا لسنا جهة معنية بدخول الشهر وخروجه، وإنما نقدم معلومات ثقافية في كيفية رصد الأهلة بشكل عام. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.